يوم 31 يناير من سنة 2024 بنت اسمها مريم وعندها 27 سنة بتكون مع بناتها الاتنين وزوجها في سويسرا، ومرة واحدة بتختفي ومحدش عارف لها أي مكان. أخوها حسام بيحاول يتواصل معاها ويكتشف إنها قافلة كل أكاونتاتها من حوالي 8 ساعات، ودي ما كانتش عادة مريم تماما، إلا على طول أكتف على مواقع التواصل الاجتماعي. حسام في التوقيت ده كان في دبي وحاول إن هو يتواصل مع أهله اللي موجودين في مصر علشان لو يعرفوا عنها أي حاجة، ولكن يكتشف إن هم كمان ما يعرفوش عنها أي حاجة. وابتدى القلق يزيد مع مرور الأيام، لأن مريم كانت مريضة سكر ولازم يوميا تاخد جرعتين أنسولين. فيا ترى مريم اختفت فين، ولما نلاقيها هتكون حالتها عاملة ازاي؟ وده اللي هنعرفه في بيكوهاتنا النهارده. تكونوا بقى دعمتونا باللايك الحلو زيكم، وشرفتونا كمان باشتراككم معانا في القناه وفعلتوا زر الجرس علشان يجي لكم كل الفيديوهات الجديده اول باول. وصلوا بقى بينا على الحبيب، وبسم الله ونبدا بيكوهات جديده. بتبدا الحكايه يا عزيزي مع بطله قضيتنا النهارده، وهي مريم مجدي احمد، أو بنت القسطى مجدي زي ما كانت كاتبة على الفيسبوك بتاعها، أو أم الهوانم توتة وديجا زي ما كانت بتحب تقول. مريم اتولدت في مصر في مدينة شربين في محافظة الدقهلية، وكان معروف عن مريم إنها شخصية طيبة جدا وبسيطة وعفوية طول الوقت، وده اللي هتقدر تستشفه بسهولة أول ما تخش على أكاونتاتها على السوشيال ميديا من بوستات الهزار والضحك اللي كانوا ماليين الاكونتات بتاعتها. مريم اتجوزت من شاب سويسري ولكن عنده اصول مصريه اسمه وليد امير ماير، واللي كان عنده 32 سنه. وليد اتولد وعاش كل حياته في سويسرا، ولكن في نفس الوقت وليد كان عنده اصول مصريه من جدوده، وكان يحمل الجنسيه المصريه بجانب الجنسيه السويسريه. وفي يوم وليد قرر ان هو ينزل مصر علشان يتعرف على قرايبه المصريين، ولما نزل مصر اتعرف على اهله وكمان اتعرف معاهم على الدين الاسلامي. وليد ساعتها اعجب بالدين الاسلامي وبالتعليم بتاعته، وقرر ان هو يعتنق الديانه الاسلاميه، لان وليد في سويسرا وعلى حسب ما انا عرفت ان هو ما كانش يحمل اي ديانه، من الاخر ملحد. فرح ساعتها على الازهر الشريف في مصر، وهناك اعلن وليد اسلامه رسميا، والكلام ده بالتحديد كان في سنه 2012. وبعد كده رجع على سويسرا من تاني. ولكن بعد كده على فترات وليد بدأ يزور مصر كل شوية علشان خاطر أهله، وبعد كده ابتدى إن هو يكون شبكة من الأصدقاء والمعارف اللي موجودين هنا في مصر. ومن الأصدقاء دول كان حسام مجدي أحمد، واللي بالمناسبة هو أخو مريم. وليد وحسام بدأوا إن هم يكونوا أصدقاء جدا، وتعرفوا على بعض من خلال صديق مشترك عرفهم ببعض. وحسام كان معجب جدا بأخلاق وليد، خصوصا بعد اعتناقه للدين الإسلامي، وبدأوا ساعتها ان هم يتبادلوا بعض الزيارات في بيوتهم. وفي يوم من خلال الزيارات دي وليد كان عنده حسام في البيت وشاف مريم اخته، وقتها وليد حب مريم زي ما بنقول كده من اول نظرة، وده طبعا لاخلاقها وجمالها وتدينها اللي كانوا ظاهرين عليها جدا. وعلى طول وليد خد الخطوه وطلب ايدين مريم للجواز من حسام ومن اهلها. ومريم ساعتها ما كانش عندها اي مشكله وما فكرتش كتير، وخدوا القرار واتجوزوا، وبعد كده طلعوا على سويسرا علشان يعيشوا هناك. حياة وليد ومريم في البداية كانت حياة هادية جدا، وعاشوا حياة مستقرة في سويسرا، وده راجع لأن وليد كان بيعامل مريم معاملة كويسة وبيراعي فيها ربنا. وفي خلال الفترة الأولى من الجواز خلفت مريم بنتها الأولى وهي فاطمة، واللي بالمناسبة عندها 8 سنين دلوقتي، وخلفت بنت تانية وسمتها خديجة واللي عندها 6 سنين. ولكن بعد فترة حياة وليد ومريم بدأت تاخد منعطف تاني خالص، لأن وليد في الفترة دي بدأ إن هو يتعرف على ناس مش كويسين. وليد ساعتها ابتدى إن هو يتعرف على ناس زي ما بيطلق عليهم متشددين، ولكن دول مش متشددين، دول يعتبر متطرفين. ونوعية الناس دي منتشرين في كل أنحاء العالم، يمكن أكتر شوية من البلاد العربية عندنا، إلا أغلبيتنا بنكون عارفين ديننا كويس وتعاليمه الأساسية، وما بنكونش يعني متزمتين. وما أقصدش هنا إننا مش متزمتين يعني سايبين، أقصد إن في اعتدال شوية في أمورنا الدنيوية بما يتناسب مع تعاليم الدين. المهم إن الموضوع ده أثر بشكل كبير على علاقة مريم ووليد. وليد اللي ابتدى يزعق لمريم ويعنفها وكمان يضربها ويبدأ يفرض عليها بعض الأمور في الدين بالغصب، من ضمنها كانت النقاب. وموضوع النقاب ده تحديدا كان بتعنيف شديد جدا منه. وعرفنا بعد كده من حسام أخو مريم الكبير
ان مريم كانت بتعاني من مرض السكر واللي كان مسبب لها صعوبات في التنفس، وبالتالي الدكاتره نصحوا مريم ان هي مش هينفع تكمل بالنقاب لانه طبعا هيبقى مؤثر بالسلب على صحتها وعلى سلامه نفسها. ولما راحت مريم عشان تبلغ الكلام ده لوليد، فضل مصمم على موقفه ومصر ان هي تفضل لابسه النقاب، والروايه دي كانت بناء على كلام اهلها. لحد ما في يوم مريم ما قدرتش ان هي تتحمل العيشه دي، فقررت ان هي ترجع على مصر على بيت اهلها في الدقهلية. ولما رجعت حكت كل حاجة لأهلها من معاملة وليد لها في سويسرا، من ضرب وإهانة وقلة قيمة. ومريم ووليد على مدار السنين اللي عاشوها في سويسرا ما كانوش عايشين هناك لوحدهم، ده كان كمان عندهم أصدقاء كتير من الجالية المصرية اللي عايشين هناك. ومريم وهي عند أهلها كلمت صحابها اللي عايشين هناك، واللي بالفعل شهدوا على كل الكلام اللي قالته على وليد، وقالوا ان فعلا وليد كان بيتعامل معاها معاملة صعبة جدا. وفي الوقت ده اهلها نصحوها ان هي لازم تنفصل عنه، لانهم شافوا ان كل اللي بيعمله ده ولا ليه علاقة بالدين الاسلامي ولا بالتدين. طبعا وليد اول ما عرف اللي مريم عملته نزل جري وراها على مصر، وساعتها رفع عليها قضية علشان ياخد حضانة البنتين. ولكن المحكمة المصرية طبعا حكمت ان الام هي اللي هتاخد حضانة البنتين، اولا لانهم لسه ما اتطلقوش اساسا، وثانيا ان الاطفال لسه صغيره. وتالت حاجه بقى والاهم ان المحكمه ما شافتش اي عيب ممكن يعيب الام انها تضم اطفالها، وحكمت كمان لوليد ان هو هيشوف البنات ولكن مره واحده بس اسبوعيا، والزياره دي هتبقى لمده يوم، يجي يشوف فيه الاولاد وياخدهم يخرجهم وبعد كده يرجعهم لوالدتهم في نفس اليوم. وليد ساعتها تقبل الامر الواقع وكمل في اللي قالت عليه المحكمه، وقرر بقى ساعتها ان هو هيقعد فتره في مصر علشان يقدر يشوف البنات. وفي زياره من الزيارات وليد جه خد البنات على اساس ان هو يفسحهم وبعد كده يرجعهم تاني، ولكن وليد في دماغه مش ان هو يفسح البنات ولا حاجه. وليد خد البنتين وطلع على طول على سويسرا. وبالمناسبه ان وليد كان مجهز كل حاجه من تذاكر الطيران ومن الاوراق، ولان وليد ومريم ما كانوش لسه اصلا انفصلوا رسميا، فكان عادي جدا ان هو يطلع بيهم من المطار، وطبعا بصفته والد البنتين، لان مفيش قانون رسمي بيقول ان الوالد لما يجي ياخد عياله بره البلد لازم ياخد موافقه الام، مع العلم ان العكس لازم يكون حاصل، بمعنى ان الام ما ينفعش تطلع بعيالها بره البلد طالما لسه على ذمه زوجها من غير موافقه زوجها نفسه. المهم يعدي وقت طويل ومريم مستنيه رجوع بناتها للبيت مره تانية، ولما اتاخروا قعدت تكلم وليد كتير ولكن تليفونه مقفول. وبعد اتصالات كتير عملتها مريم اتاكدت ان وليد خد البنات وهرب بيهم على سويسرا. وقتها مريم طبعا انهارت تماما لما عرفت ان بناتها اتاخدوا منها على اخوانها. ومش بس كده، ده وليد اول ما سافر على سويسرا رفع قضيه على مريم وقال ان هي ارهابيه ومتطرفه وعندها افكار مش مظبوطه وخطر على الاولاد، وجاب كمان شهود زور علشان ياكدوا على كلامه. وكل ده طبعا لان هو عارف ان مريم بمجرد ما تعرف ان هو هرب ببناتها على سويسرا مش هتسيبه وهتروح وراه، فهو سبق وعمل الكلام ده علشان يمنع دخولها من الاساس لسويسرا. وللاسف ان المحكمه بتطلع قرار بتمنع فيه مريم من دخول سويسرا، وكمان بيلغي اقامتها من البلد نهائيا. وطبعا مريم وصل لها الخبر بتاع الغاء اقامتها وكمان منع دخولها سويسرا مره تانية، فجريت ساعتها على الخارجيه المصريه، والخارجيه المصريه بدورهم كلموا السفاره المصريه اللي موجوده في سويسرا. ومريم ما سكتتش برضه لانها كانت مصممه انها ترجع بناتها مهما كان الثمن، فقررت تكلم جمعيات حقوق الانسان وكمان جمعيات حقوق المراه اللي موجودين في سويسرا، وحكت لهم كل الحكايه وقالت لهم ان جوزي سويسري الجنسيه وخطف بناتي ومش عاوزنا اشوفهم مره تانية. وبعد الضغط والمعافره قدرت مريم بالفعل انها توفر فيزا لسويسرا، والجمعيات دي كمان وفرت لها اقامه مؤقته علشان تقدر ترجع بناتها. ومريم اول ما وصلت سويسرا رفعت قضايا كتيره ضد وليد، واول قضيه فيهم كانت قضيه طلاق رسمي، والتانيه كانت قضيه ضم حضانه كامله للبنات. وطالبت المحكمة السويسرية بأنها تلتزم بأمر قضاء المحكمة المصرية اللي بيقول إن مريم هي الحاضنة لبناتها، ولكن المحكمة في سويسرا حكمت إن الحضانة تكون مشتركة ما بينها وما بين وليد، بمعنى إن في أسبوع يقعد البنات مع مريم 4 أيام ومع وليد 3 أيام، والأسبوع اللي بعده يكون العكس. كمان المحكمة حكمت لمريم بنفقة شهرية ليها وللبنات لأنها لسه على ذمة وليد، والنفقة دي كانت القيمة بتاعتها حوالي 2900 فرنك، ولكن طبعا وليد ما دفعش ولا ملي، فالمحكمة قررت هي اللي تدفع لمريم المبلغ ده ويتعاملوا مع وليد في الضرائب. والمحكمة أقرت إن الوضع ده هيستمر لمدة 2 سنين، وفي خلال ال2 سنين دول تكون مريم خدت الإقامة الدائمة
وخدت شقة وفي نفس الوقت اتعلمت اللغة، ووقتها تقدر ان هي تتطلق وتعتمد على نفسها ويكون عندها كمان دخل ثابت. والكلام ده كله حصل في 12 يناير من سنة 2024. ووقتها المحكمة قالت لمريم شوفي لك شقة انت والبنات واحنا هنتكفل بإيجار الشقة دي لحد ما تقفي على رجلك والدنيا تبقى معاكي تمام. ومريم بالفعل قدمت للمحكمة بعد كده 3 شقق واستنتهم ان هم يختاروا ما بين ال3 شقق دول علشان تقدر تاخد فيهم البنات ويعيشوا فيها. وطول الفترة اللي بيختاروا فيها الشقة دي كانت مريم والبنات عايشين في فندق. بعد كام يوم مريم تتفاجئ بإيميل جاي لها من المحكمة إنها هتضم حضانة البنات كاملة، وإنهم كمان هيوفروا لها شقة من ال3 شقق دول تقدر تاخد فيهم البنات وتعيش فيها. مريم طبعا أول ما عرفت الخبر ده كتمت عليه وما عرفتش وليد أي حاجة علشان ما تقومش الجنونة بتاعته. وزي ما قلت لكم يوم 31 يناير من سنة 2024 مريم تختفي تماما ومحدش عارف يوصل لها خالص. حسام اخو مريم قال ان هو كلم مريم يوم 30 يناير علشان يطمن عليها وكمان على البنات، وقال ان في اليوم ده اطمنت عليها وعرفت ان هي موجودة في الفندق وامورها كانت عال العال. جه تاني يوم اللي هو يوم 31 يناير حسام بيتواصل مع اخته مريم ولكن بيكتشف ان هي بقالها 8 ساعات ما كانتش اونلاين. وزي ما قلت لكم في البداية ان مريم مش معتاد عليها ان هي ما تكونش اكتف طول الفترة دي، ولكن حسام ساعتها ما قلقش وظن ان هي ممكن تكون تعبانة ونامت شوية. ولكن بنوصل لاخر اليوم وحسام برضه مش عارف يوصل لمريم، فحس ان في حاجة مش مظبوطة فقرر ان هو يكلم اهله اللي موجودين في مصر، واللي بالمناسبة زي ما قلت لكم كان هو متواجد في الوقت ده في دبي. اهل مريم ساعتها كلموا رئيسة رابطة المصريين اللي موجودة في زيورخ وهي دينا الشرباصي، واللي بالمناسبة كانت تعرف مريم كويس. دينا حاولت على قد ما تقدر ان هي تطمن حسام اخو مريم وتطمن اهلها وتقول لهم ان ممكن تكون مثلا بايته عند حد من صحابها او موبايلها فصل شحن. ولكن دينا لما كلمت كل الاشخاص المشتركين اللي يعرفوا مريم واتاكدت ان محدش فيهم عارف عنها اي حاجه قلقت هي كمان. واهل مريم زي ما قلت لكم كان كل همهم ان بنتهم مريضه سكر وانها لازم تاخد يوميا جرعتين انسولين والا هيكون خطر على حياتها. المهم ان ساعتها البوليس بدا ان هو يدور على مريم، واهل مريم اول حد شكوا فيه طبعا هيكون وليد جوزها. وحسام اخو مريم بدوره قدم بلاغ في السفاره المصريه اللي موجوده في سويسرا ضد وليد، بيتهموا اتهام واضح وصريح ان هو ورا اختفاء اخته مريم. وقتها دينا الشرباصي صديقه مريم ورئيسه رابطه المصريين اللي موجودين في زيورخ اقترحت عليهم ان هم يكلموا وليد جوز مريم ودي كده ويحاولوا يعرفوا منه اخر مره شاف مريم امتى. ولما عملوا كده وكلموا وليد كان عادي خالص وبيرد ردود طبيعيه. ان يوم 31 ده اللي اختفت فيه كان يوم ميعاد الزياره بتاعتهم، فراح اخد مريم من الاوتيل وبالفعل كاميرات المراقبه ثبتت الكلام ده. وبعد كده خدها على بيته قعدت مع البنات شويه وبعد كده مشيت لحد ما سالوه السؤال اللي خلاهم فعلا يشكوا فيه: هي مريم نزلت من عندك لوحدها ولا انت اللي وصلتها محطه الاتوبيس اللي بتوديها الفندق ولا انت اللي وصلتها بعربيتك لحد الفندق؟ وهنا وليد قعد يتلجلج وما يجاوبش اجابات واضحه وصريحه. وعلى مدار 10 ايام البوليس والجاليه المصريه وكمان السفاره المصريه كلهم بيدوروا على مريم، وكمان من هنا الخارجيه المصريه عمالين يتابعوا معاهم لحد من 3 ايام تقريبا، وتحديدا يوم 10 فبراير 2024 البوليس يكتشف جسد مريم موجود في نهر قريب من مدينه شافهاوزن. مريم للأسف كانت فارقة الحياة من فترة. وبالمناسبة إن المسافة ما بين النهر ده وما بين مدينة زيورخ اللي كانت عايشة فيها مريم حوالي 45 دقيقة. السلطات طبعا في سويسرا قبضوا على المشتبه الأول فيه والرئيسي وهو زوجها وليد لأسباب كتيرة بقى، منها الخلافات والمشاكل وكمان القضايا اللي كانت ما بينهم، وكمان شهود ناس كتيرة في الجالية المصرية عن وليد وأفكاره المتطرفة وسلوكه اللي ما كانش مظبوط. وبالنسبة لمريم فهي حاليا بيتم فحص الجسد بتاعها من خلال الطبيب الشرعي علشان نعرف تفاصيل أكتر عن الوفاة. ووليد في التحقيق بكل برود قال إن مريم في الغالب انتحرت بسبب المشاكل اللي كانت ما بيننا وإنها ما كانتش عارفة توصل لأي حاجة. ولكن في الحقيقة الكلام ده زي ما دخلش عليكم ما دخلش كذلك على السلطات في سويسرا، لأنهم ببساطة كانوا عارفين حوار الإيميل اللي اتبعت لمريم من خلال المحكمة وإنها خلاص أصلا هتاخد حضانة الأطفال ليها. تاني حاجة إن كل الشهود في الجالية المصرية اللي عايشين في سويسرا أكدوا إن مريم شخصية طيبة جدا ومحبة للحياة ومستحيل تعمل كده في نفسها، بالإضافة إنها مستحيل تستغنى عن بناتها اللي حاربت علشانهم وسافرت من مصر لسويسرا مخصوص
علشان تجيبهم. المهم ان التحقيق دلوقتي شغال وكل حاجه هتبان بعد تقرير الطب الشرعي. وفي نفس الوقت السلطات متحفظين على وليد عندهم لان هو المشتبه الرئيسي فيه في القضيه دي. ولكن برضه لحد اللحظه دي مفيش اي دليل قاطع ومادي ان وليد هو اللي انهى حياه مريم. والمشكله الكبيره بقى دلوقتي هما في البنتين فاطمه وخديجه، لان لو ثبت بالفعل ان وليد هو اللي انهى حياه زوجته مريم يبقى على حسب القانون السويسري هيحصل حاجه من الاتنين. اولهم ان البنتين يروحوا يعيشوا مع اهل وليد ودول الله اعلم هم عاملين ازاي، او ان قانون حمايه الطفل ياخدهم يحطهم في دار رعايه للاطفال والبنتين بعدها يتعرضوا للتبني. واكيد طبعا مش هيكونوا مع بعض لان مش بالضروره عيله تتبنى اتنين لمجرد انهم اخوات، ولكن في امل وان شاء الله ده اللي يحصل ان البنتين يرجعوا يعيشوا مع اهل مريم هنا في مصر. لان ربنا يبارك لها دينا الشرباصي رئيسه رابطه المصريين الموجودين في زيورخ قررت ان هي توكل محامي لقضيه مريم، والمحامي ده دوره ان هو يطالب السلطات ان البنات يرجعوا يعيشوا مع اهل والدتهم زي ما كانت بتتمنى. والقضيه لحد الان لسه مستمره وان شاء الله البنات يرجعوا يعيشوا مع اهل مريم رحمه الله عليها. ومعلش في كلمتين كده في زوري محشورين من بدري قوي وجات لي الفرصه بصراحه ان انا اقولهم. الاعلام والصحافه وبعض الزملاء اللي بيعملوا اسقاطات على اي مرتكب جريمه ويمسكوا في حته بقى ان هو مسلم ومتشدد وبص يعني بص ده انه عامله ازاي. فيعني من فضلك اذا تكرمت علينا لما تيجي تحاسب اي مجرم حاسبه ان هو من جنس بني ادم. يعني ما تقولش بقى شايف المسلمين شايف المسيحيين، لما تيجي تحاسب مجرم حاسبه ان هو مجرم، حاسبه ان هو تجرد من انسانيته ومن رحمته واختار بارادته الحره ان هو يبقى مجرم. لا تحاسبه بقى على دين ولا على تدين ولا على عرق ولا على شكل ولا على كل الكلام ده. فخليك محترم، سيبك من ان الناس تحترمك ولا لا، اهم حاجه انت بس تكون محترم نفسك وربنا ان شاء الله هيظهر الحق. واكيد طبعا تعزينا وحزننا لاهل البطله مريم البنت المصريه الجدعه اللي كلنا والله فخورين بيها. اكيد طبعا فخورين ببنت شابه ما كانش عندها اي مشكله ان هي تسافر اخر الدنيا وكمان تضحي بنفسها في سبيل ان هي تخلي بناتها في حضنها. باب الشقه بيخبط، بيفتح راجل بيلاقي شاب واقف قدامه وماسك له مسدس. الراجل بيترعب وبيطلع بره الشقه جري والشاب ده على طول بيجري وراه. وقبل ما الراجل يطلع الشارع بيلاقي طلقتين في ظهره نزلوه مكانه وخلصان. الشاب اتاكد ان الراجل خلاص خلص فطلع يجري بره البيت وكل الجيران شافوه وهو معاه المسدس. على طول اتصلوا بالشرطه وجم خدوا جسد الراجل ده وفرغوا كل كاميرات المراقبه، ولكن للاسف ان كاميرات المراقبه مش موضحه ملامح الشخص ده ولا اي تفاصيل تخصه. ولكن لحسن الحظ ان في واحد شاف الشاب ده وقال ان ده مصطفى اللي شغال في المخبز اللي في اخر الشارع. وعلى طول وبدون تردد الشرطه بدات تدور على مصطفى ده، وفي النهايه قبضوا عليه واول سؤال سالوه له انت ليه عملت كده في الراجل ده؟ وهنا كان الرد الصادم اللي هنعرفه في بيكوهاتنا النهارده. ونقول بقى صلي على الحبيب وبسم الله نبدا بيكوهات جديده. المكان العراق بغداد وتحديدا في منطقه الغزاليه. الزمان فبراير 2017. مصطفى مظهر عابد اللي من مواليد سنه 89 واللي كان شغال في مخبز من المخابز في منطقه الغزاليه في بغداد. الشاب ده كان عنده تريلا او عربيه نقل كبيره شغال عليها، والتريلا دي في يوم اتاخدت منه من الشرطه وما كانش لاقي اي حد يساعده. وعلى طول جه واحد في باله من الناس اللي يعرفهم وهو رعد عمر اللي كان من مواليد الستينات وكان شغال مدرس تربيه رياضيه. مصطفى راح لرعد البيت واللي بالمناسبه علاقتهم كانت سطحيه جدا. فتحت له بنته الصغيره زهراء صاحبه ال8 سنين وسالها على باباها ودخلت ندهت عليه. رعد خرج له ومصطفى حكى له اللي حصل وطلب منه ان هو يساعده. ورعد كان رده ما تحملش هم يا سيدي بكره هتكون عندك. وبالفعل تاني يوم رعد حلله مشكله التريلا وبلغه بده. بعد كام يوم مصطفى بدا يجي بيت رعد من وقت للتاني لحد ما اتعرف على جزء كبير من عيلته واللي كان من ضمنهم زوجته اللي اسمها فاطمه واللي كانت من مواليد سنه 65. رعد وفاطمه كان عندهم 9 ابناء، 4 رجاله و5 بنات. واعذروني ان انا دورت كتير جدا عشان الاقي اي صوره لرعد ولكن ما لقيتش. المهم ان كل مره مصطفى كان بيجي البيت رعد كان بيقعد مع فاطمه زوجته وبنته الصغيره زهراء. وفاطمه ورعد كانوا شايفين ان مصطفى زي ابنهم الصغير لانه كان اصغر من ابنهم الكبير عمر بحاجات بسيطه. المهم مع الوقت بدا يتكون علاقه صداقه ما بين مصطفى وما بين عيله رعد. مصطفى كان بيجي ورعد مش موجود ويطمن على العيله لو محتاجين اي حاجه. وخلال الفتره دي مصطفى عرف تفاصيل كتيره جدا
عن عيله رعد، طريقه تعامل رعد مع عيلته وعدد ابنائه ومين فيهم متجوز ومين لسه ما اتجوزش. وبعد ما جمع كل المعلومات المحترمه دي جه البيت لفاطمه اللي هي الزوجه وقال لها ان هو عازمهم على العشاء في مطعم اسمه زرزور. ففاطمه بعد ما مشي مصطفى راحت قالت لجوزها رعد ان مصطفى عازمنا بالليل على العشاء، فقال لها بصراحه انا عندي شغل كتير فممكن تاخدي زهراء بالليل تروحوا تتعشوا وترجعوا تاني. وزي ما قلت لكم ان رعد وزوجته فاطمه كانوا مطمنين لمصطفى ومعتبرينه زي ابنه، ولكن رعد للاسف ما كانش يعرف ان مصطفى بيخطط لافكار شيطانيه جدا. يجي الليل وفاطمه خدت زهراء بنتها وركبوا تاكسي وراحوا المطعم. اول ما راحت المطعم لقت مصطفى قاعد مستنيهم على الترابيزه وبدا ان هم يقعدوا يتكلموا سوا ويتعشوا. وفي نص الكلام فاطمه لقت مصطفى بيقول لها ان هو معجب بيها وان هي متجوزه راجل ما يستحقهاش، وقال لها انت تستاهلي حد احسن منه وايه اللي مخليكي اصلا صابره على العيشه دي. وخلي لي بالك يا شريك العزيز ان رعد اللي بيتكلم عليه ده هو الراجل اللي اول موقف ما بينهم كان مساعده رعد في رجوع التريلا بتاعه مصطفى. المهم بقى ان مش دي هي الصدمه كانت في رد فعل فاطمه وهي بتقول له طب اعمل ايه يعني، هو ابو عيالي ومفيش اي حاجه بايدي اعملها. فمصطفى ساعتها رد عليها وقال لها ان انت عجباني وانا عاوزك تبقي حبي الاول والاخير. طبعا زهراء بنتها قاعده معاهم وسامعه الكلام ولكنها بنت صغيره ومش فاهمه اي حاجه. فاطمه في الوقت ده عقلها اتشتت وما بقتش عارفه تعمل. خلص اليوم وفاطمه رجعت البيت هي وبنتها زهراء ودماغها فيها ألف سؤال. ويعدي كام يوم ومصطفى مش عارف يتواصل مع فاطمه بسبب ان هي ما معهاش موبايل، فراح اشترى ليها موبايل وكمان شريحه واداهم لزهراء بنتها لما جت المخبز اللي هو شغال فيه. ومن بعدها العلاقه بين فاطمه ومصطفى بدات تتطور اكتر واكتر لحد ما دخلت كمان في علاقه غراميه. والموضوع ما وقفش كمان عند المكالمات وبس، ده اوقات كان بيجي مصطفى البيت من غير ما رعد يعرف، وحصل كمان ما بينهم علاقة كاملة. بعد سنة ونص من علاقتهم تبارك بنت فاطمة اتطلقت من جوزها، وتبارك دي كانت من مواليد سنة 99 وبعد طلاقها رجعت عاشت في البيت مع أهلها. وبدأت في الوقت ده إن هي تلاحظ علاقة والدتها مع مصطفى. وفي مرة من المرات شافتهم مع بعض واتضايقت جدا وقالت لها إن أنا هعرف بابا. وكان رد فعل فاطمة عليها إن لو حرف واحد وصل له أنا هخلص عليك. تبارك على حسب كلامها إن بعد ما والدتها هددتها ما قدرتش فعلا تقول لرعد، وبدأ كمان مع الوقت ان يكون في تعارف ما بينها وما بين مصطفى، وبقوا كمان يتكلموا مع بعض في الموبايل اوقات كتيره جدا، ولكنها كانت متاكده ان مصطفى بيحب امها وان الكلام معاها هو مجرد كلامه بس. بعد ايام قليله بقى من معرفه تبارك بعلاقه مصطفى بامها جت اختها الثانيه واللي اسمها حوراء في زياره للبيت، وساعتها حوراء برضه شكت ان في علاقه ما بينها وما بين الشاب ده، وبالفعل قعدت معاها وسالتها هو انت في حاجه ما بينك وما بين الشاب ده ولا ايه؟ وفاطمه اكدت بشده في الوقت ده ان مفيش اي حاجه من اللي في دماغك دي. فحوراء برضه ما دخلش عليها الكلام ده ودخلت على اختها تبارك وبدات تزن عليها لحد ما فعلا تبارك نخت وقالت لها ان في فعلا علاقه ما بين امك وما بين شاب في نفس سنك. حوراء طبعا استغربت وقعدت مع والدتها فاطمه وحاولت تقنعها ان هي تبعد عن كل اللي فيه ده، ولكن الجبروت فاطمه هددتها هي كمان انها هتخلص عليها. هي خلاص ركبت في دماغي ان انا هبقى بتاعت عيال. المهم بعد يومين حوراء كانت نايمه في غرفه من الغرف، وفاطمه سرقت التليفون بتاعها وهي نايمه واديته لمصطفى. حوراء لما صحيت فضلت تدور على التليفون بتاعها ولكن ما لقيتهوش، ولما اتصلت على الموبايل لقت ان مصطفى هو اللي بيرد عليها، وساعتها فهمت ان امها هي اللي عملت كده بالفعل برغم من انها حلفت لها انها مش هي. بعد شهور من علاقه مصطفى وفاطمه رعد بدا يلاحظ ان تصرفات فاطمه اتغيرت كتير، فاتكلم معاها وسالها بوضوح شديد هو انت في حاجه ما بينك وما بين مصطفى؟ ففاطمه تلاعبت بالكلام وحاولت تتوه ولكن الكلام ده ما دخلش على رعد، فمسكها ضربها وراح لبنته حوراء وتبارك ونزل فيهم ضرب وهم كمان. في الوقت ده فاطمه اتصلت بمصطفى وحكيت له على كل اللي حصل. قال لها يا ست ما انا قلت لك الراجل ده ما ينفعكيش، اقول لك حاجه احنا نخلص عليه. فاطمه قفلت مع مصطفى وراحت لبناتها الاوضه وفتحت معاهم الموضوع ده ودخلت لهم بقى من الحته بتاعه ان ابوكم بقى متمادي قوي في ضربنا واهانتنا بالشكل ده. فتبارك وحوراء قالوا لها طب انت شايفه نعمل ايه؟ فقالت لها زي ما مصطفى قال احنا نخلص منه ونستمتع بالورث بتاعه. وبعد كام يوم تبارك جت لامها وقالت لها هو احنا هنخلص من الراجل ده ازاي؟ بصوا سيبوني كام يوم كده وانا هشوف لكم حل يريحني. فاطمه اتصلت على مصطفى وقالت له انا خلاص
نويت اخلص على رعد. فقال لها بس الموضوع ده مكلف، انا محتاج مسدس وما معيش فلوس. قالت له ما تحملش هم، انا هدبر لك كل حاجه. وبالفعل يعدي كام يوم وتدبر له مبلغ ويبقى الموضوع واقف بس على التنفيذ. فاطمه بلغت حوراء وولادها باخر التطورات وطاروا من الفرحه. وتبارك على طول اتصلت بمصطفى وقالت له انا هكافئك ب 10000 دولار لو خلصت المهمه دي. وبعدها حوراء اتصلت بيه هي كمان وقالت له نفس الكلام، لو خلصت المهمه دي هديك 10000 دولار. طبعا انتوا هتسالوا هم جابوا الفلوس دي منين او هيجيبوها حتى منين. وطبعا هياخدوه من الورث اللي هيجي من ورا ابوهم وهيدوا لمصطفى جزء منه. فاطمه في الوقت ده طبعا كل تفكيرها انها تخلص خلاص من جوزها وتاخد فلوسه، وبعد كده تتجوز فتى احلامها العيله الاصغر منها ب 24 سنه. المهم بعد شويه اتفاقات اتفقوا اخيرا على الميعاد اللي هيخلصوا فيه على رعد، ولكن لحد دلوقتي ما كانوش اتفقوا على الطريقه. واللي طلع بفكره الطريقه كانت البنت الصغيره صاحبه ال 18 سنه وهي تبارك. المهم يا شريك العزيز ان الخطه كالاتي: تبارك اتصلت بمصطفى وقالت له ان هي هتاخد حوراء وهتاخد فاطمه امها ويروحوا على بيتهم التاني، وان رعد ابوها هيكون موجود في الوقت ده في البيت لوحده. فاطمه قالت لهم ان مصطفى هياخد نصيبه بعد العمليه بدل ما يبلغ عننا، وفي حاله ان هو ما اتقبضش عليه انا هتجوزه. وحوراء وتبارك في الوقت ده الموضوع ما كانش فارق لهم من اصلا، اللي هو يا ست ولا انت والصغنن بتاعك احنا عاوزين الكتمانس. المهم يجي يوم 12 فبراير من سنه 2017 وهو يوم التنفيذ. مصطفى خد المسدس بتاعه وركب عربيه اجره وراح على بيت رعد، والكلام ده كان حوالي الساعه 3 العصر. واللي عرفته ان في التوقيت ده الاهالي بتبقى مريحه فيه لحد غروب الشمس، فمحدش يعتبر كان موجود في الشوارع. مصطفى دخل البيت والمسدس في ايده وخبط على الباب. رعد اول ما فتح الباب لقى مصطفى واقف قدامه وماسك مسدس في ايده. على طول اترعب وجري بره على الشارع علشان مصطفى يقوم يديله طلقتين في ظهره منزله مكانه خلصان. جري عليه مصطفى ولما اتاكد انه خلاص خلص خد بعضه وجري على الشارع. وزي ما قلت لكم ان الجيران جم وشافوا رعد مرمي على الارض وعلى طول اتصلوا بالشرطه. الشرطه جت وفحصوا كاميرات المراقبه، ولكن لان مصطفى كانت ملامحه مش باينه فما قدروش يعرفوا هويته، ولكن حد من الجيران اتعرف عليه زي ما انتم عارفين والشرطه على طول قبضوا عليه. واثناء التحقيق معاه اعترف على فاطمه وحوراء وتبارك من اول قلم. عمر في الوقت ده ابن رعد طلب ان هو يقعد مع مصطفى علشان يساله سؤال واحد: ليه عمل كده فابوه؟ مصطفى في الوقت ده حاول ان هو يلف دماغ عمر ويتلاعب بيها، وقال له على فكره بقى انت مراتك مشتركه معاهم، وانها كانت من ضمن الناس كمان اللي كلمتني وكانت بتشجعني جدا علشان اخلص على حماها اللي هو ابوك. المهم خليني اريح قلبك يا شريك العزيز واقول لك ان المحاكمه في الاخر اسفرت على اعدام مصطفى مظهر عابد. وبالنسبه لفاطمه وحوراء وتبارك اتحكم عليهم بالسجن المؤبد. وكلمتين في الاخر عاوز اقولهم لنفسي ولاي شاب او راجل صاحب مسؤوليه: احنا كرجاله لما بنفتح بيوت وبنكون مسؤولين عن ست وعن اولاد بنبقى بالنسبه للبيت ده وكل اللي فيه عمود الخيمه وجدار الامان بالنسبه لنا، وانك تستحل لنفسك ضربهم واهانتهم زي العبيد ده لا من الرحمه ولا من المروءه. وصدقني ان يترد لاهل بيتك روحهم ويحسوا بالامان ويطيروا من الفرحه لمجرد بس ان هم يسمعوا صوت تكة مفتاحك في الباب، دي عند ربنا عظيمة جدا. ووجب التنبيه كويس جدا ان الكلمتين اللي فاتوا دول ملهمش اي علاقة تماما باللي احنا حكيناه النهارده، لان انا لا يمكن استحل دم انسان مهما كان السبب ومهما كان الدافع. ولو مضايقك والعيشة معاه بقت خلاص لا تطاق انفد بجلدك. الحياة ما بتتعش غير مرة واحدة، ولكن روح الناس دي لا يمكن تكون ملك لأي حد تماما غير للي خلقها. من كام اسبوع في مصر وتحديدا في منطقه شبرا الخيمه الاهالي يتفاجئوا بعربيات شرطه كتيره جدا موجوده في كل مكان بعد ما حد من السكان بلغ ان في شقه من الشقق طالع منها ريحه وحشه جدا. ولما يفتحوا الشقه دي يلاقوا جواها جسد طفل صغير عنده 15 سنه وملامحه مشوهه تماما، وكان مشقوق جسمه ده من اول رقبته لحد بطنه. وجنب السرير كمان يلاقوا كيس اسمر موجود فيه جزء من احشاء الولد ده. في البداية وقبل ما ندخل في أي تفاصيل لازم نقدم أحر وأصدق التعازي لأهل الشاب أحمد شهيد شبرا الخيمة، ونسأل الله إنه يلهمهم الصبر والسلوان ويكون سبب في دخول 70 من أهله للجنة بإذن الله. وصلوا بينا على الحبيب وبسم الله. ونبدأ بجهات جديدة.
يوم 15 ابريل من سنه 2024 شاب اسمه احمد محمد سعد نزل من بيته زي اي شاب في سنه، نزل يمارس حياته الطبيعيه زي اي شاب في سنه، وقال ان هو هيروح السايبر يقعد مع اصحابه شويه وبعد كده يرجع تاني. ولما اتاخر وما رجعش اهله نزلوا يلف عليه في الشوارع كلها ولكن بدون اي جدوى، ووصل الحال ان اختفائه يستمر لمده 7 ايام متواصله. وكان طبيعي جدا من اهله انهم يبلغوا الشرطه. الشرطه المصريه بدات تاخد دورها في البحث وفرغوا كاميرات الشوارع اللي موجوده قرب بيته والشوارع كمان اللي حواليه، وشافوه فعلا وهو بيدخل السايبر وبيطلع كذا مره، وبعد كده شافوه وهو بيروح ناحيه واحد قاعد على القهوه، وبعد كده يشوفوه ماشي مع نفس الراجل ده ورايح بيه ناحيه البيت بتاعه، وكمان رصدوا الراجل ده وهو بيدخل لصيدليه بيشتري منها شويه حاجات وبعد كده بيطلع منها تاني. فعلى طول يتوجهوا للصيدليه دي ويسالوا الصيدلي عن الراجل ده وعن اللي اشتراه كمان من الصيدليه. الصيدلي ده قال للشرطه ان هو اشترى نوع مخدر وشاش وقطن. طيب حلو قوي الكلام. الشاب ده ليه ماشي مع الراجل ده؟ وهل هو خاطفه ولا مهدده ولا ايه بالظبط؟ والحقيقه ان هو ولا خاطفه ولا مهدده ولا اي حاجه، وان احمد يعرف الشاب ده كويس جدا. والشاب ده بيكون طارق. طارق شاب عنده 40 سنة وبيشتغل قهوجي وشغلانته الأساسية هي كهربائي، وكان بقاله فترة بسيطة حوالي شهرين كده موجود في المنطقة دي. وبشهادة الناس كلها الراجل ده طيب وغلبان ومتدين وعلى قد حاله. وأول ما جه المنطقة الناس كلها عرفت إن هو مريض كانسر ربنا يعافينا وهو اللي بيعالج نفسه. فطبعا ولاد شبرا الجدعان دوروا له على شغلانة في قهوة من القهاوي. والغريب إنهم بعد ما جابوا له الشغلانة دي بدأ إن هو يغيب عن شغله لأيام متواصلة. ولما صاحب القهوة بدأ إن هو يتضايق ويسأله قال له حقك عليا يا معلم، أنا بصراحة بغيب علشان باخد جلسات الكيماوي بتاعتي. وفي أقاويل بتقول إن صاحب القهوة مشاه من القهوة خالص بسبب إن هو بيتدلع في الشغل. المهم إن طارق ده اختفى مرة واحدة لمدة كبيرة، ولما جه راجع كان حاله متشقلب 180 درجة. اشترى عربية ولبس جديد والعز كده بدأ إن هو يبان عليه. ولما جم سألوه قال إن أنا ورثت أخويا اللي مات. وطارق الشقيان الكحيان مرة واحدة بقى طارق باشا واحنا اللي بقينا كحيانين، وبقى كمان بيسلف الناس ويحاسب على المشاريب والعيشه بقت نغنغه. المهم ان طارق ده ما كانش عنده اي مشكله ان هو يقعد مع احمد بالساعات علشان يديله دروس في الحياه ويحاول يسمعه لو عنده اي مشكله، وكان كمان بيساعده في مذاكرته وكان واقف معاه في حاجات كتير قوي. وطبيعي طبعا ان احمد يطمن لطارق جدا ويبقى كمان من اصدقائه المقربين. وعلشان كده طارق عرف ان هو ياخد احمد معاه للبيت بدون اي مقاومه. المرعب بقى في الموضوع ان اهل احمد كانوا عارفين طارق وعارفين كمان الصحوبيه اللي ما بينهم برغم فرق السن. وكمان لما احمد جه اختفى سالوه عنه وقال ما شفتوش، وقال لهم ان انا اخر مره شفته احنا اتقابلنا على القهوه وبعد كده قمنا اتمشينا مع بعض شويه وبعد كده رحت مشوار وما شفتوش من ساعتها، وان انا لما رجعت دلوقتي لقيتكم مش لاقيينه وبتدوروا عليه. ده من بجاحته كمان يا مؤمن انه كان بيدور معاهم. ويا شريك العزيز انا محترم ذكائك وعارف انك اكيد عرفت ان طارق هو اللي ورا الموضوع. المهم في ظل بحثهم الشرطه يجي لها بلاغ من السكان اللي موجودين ان في شقه من الشقق اللي متأجره طالع منها ريحه وحشه جدا. وراحوا على مكان البلاغ اكتشفوا ان الشقه دي تكون شقه طارق، واكتشفوا ان الجسد اللي موجود جوه الشقه دي هو جسد احمد اللي متبلغ عن اختفائه من 7 ايام. ولقوا كمان الشقه فاضيه تماما من كل الاساس وما فيهاش غير سرير واحد اللي موجود عليه جسد احمد وهدوم احمد مرميه على الارض. وكمان يلاقوا كيس اسمر موجود جنب السرير اللي موجود عليه احمد، وجوه الكيس ده بعض من احشائه وبعض من اعضائه. والنيابه العامه على طول تصدر قرار بالقبض على طارق اللي فص ملح وداب. ولكن طبعا شرطتنا المصريه ما بتحلش وقفشوه على طول مستخبي ورا مستشفى الدمرداش في منطقه العباسيه في مدينه القاهره. وخلينا اقول لكم ان النيابه العامه اصدرت بيان يوم 26 ابريل سنه 2024، وده لان الناس كانت طبعا مرعوبه من الوضع ده. والبيان ده كان مفاده ان يا اهل الخير ما تقلقوش، اللي حاصل ده مش تجاره اعضاء بشريه. وده كان واضح جدا من الطريقه العشوائيه اللي استخدمها طارق في استخراج اعضاء احمد. وخلينا اقول لكم ان الموضوع اكبر بكتير من فكره تجاره اعضاء. وخلينا افهمكم اكتر. اللي اسمه طارق ده اتعرف على شاب اسمه احمد عنده برضه 15 سنه وعايش مع اهله في دوله الكويت. حلو الكلام لحد كده؟ حلو الكلام. الواد ده قاعد فاضي مش بيعمل اي حاجه، وكل اللي كان في دماغه انه عاوز يلعب بالفلوس لعب. فيعمل ايه بقى الشاب الصغنطط ده؟
يتفق مع طارق اتفاق الشيطان نفسه يختشي على دمه ان هو يتفق. الواد المفعوص ابو شيخه ده قال لطارق اختار لي اي عيل عندك وخدره وطلع لي اعضائه، ويا سلام بقى لو قبل ما تخدره تعذب فيه شويه وهبعت لك يا سيدي 5 مليون جنيه، ولكن انا عندي شرط واحد، ان كل اللي يحصل ده يكون لايف واكون موجود معاك فيديو كول وانت بتعمل كل حاجه. وطبعا طارق عواطلي بيشتغل يوم و10 لا، فما صدق يمسك في الفرصه. لا ثواني بقى، انت بتشتغلنا ولا ايه؟ انت مش قلت الواد ده ورث اخوه؟ ويا شريك العزيز يعني عيب، انا بحترم ذكائك، اكيد بيشتغل الناس طبعا. وطلع ان الايام اللي يا حرام كان بيعمل فيها جلسات الكيماوي كان بيعمل فيها جلسات تصوير لتعذيب وقتل واستخراج اعضاء حيوانات ويبعتها للعيل المريض اللي موجود في الكويت، وفي المقابل يبعت له فلوس، والدنيا ماشيه على كده. لحد ما جه في يوم وقال لطارق احنا بصراحه بقى كده عاوزين نكبر الشغل، وبدل يا عم ما بتاخد لك شويه فكه خد لك 5 مليون جنيه. ففي يوم طارق وهو قاعد مع احمد الله يرحمه خد صوره سيلفي ليهم هما الاثنين وبعتها لاحمد اللي موجود في الكويت، فقال له ايوه عليك نور، يلا بقى بينا نشتغل. وطارق الله اعلم قال ايه لاحمد واقنعه ان هو يجي مع الشقه. واول ما دخلوا البيت خدره وبدا ان هو يعذبه ويمثل بالجثه بتاعته. وانا والله متاسف ليكم جدا ولمشاعركم على التفاصيل اللي انا بحكيها دي، ولكن شويه الكلام دول كانوا بيعملوا كل الكلام ده لايف. طارق فاتح لاحمد فيديو وعمال يفرجه وهو بيعذب ويقطع في احمد الله يرحمه. ولما خلص بقى المهم خالص قال له ايه بقى يا عم تبعت لي الفلوس امتى؟ فقال له لا معلش بقى بصراحه انا شايف ان الاعضاء دي مش هتنفعني، فانا شايف ان انت تجيب عيل تاني وتعمل فيه نفس الكلام ده. وطبعا طارق عشان ال5 مليون جنيه واقفين بيرقصوا قدامه فهو مش هيرحم. ولكن الحمد لله ان شاء السميع العليم ان طارق يتمسك قبل ما يقع في ايده اي ضحيه تانية. وانا بتمنى ان يكون ده فعلا هو اللي حاصل وما نكتشفش اي اكتشافات تانية الفتره الجايه. المهم من خلال التحقيقات والبحث في موبايل طارق وصلوا للمحرض الرئيسي اللي عايش في الكويت واللي جابوه مترحل هو وابوه. وانا عارف السؤال اللي بيدور في دماغكم، طيب وهو ابوه ذنبه ايه غير ان هو معرفش يربيه؟ فصبركم بالله كده وهتعرفوا بعد شويه. المهم ان هم قدروا يجيبوا الولد وابوه بمساعده اداره التعاون الدولي في مكتب النائب العام، واللي عملوا اتصالاتهم بالجهات المختصه اللي موجوده في دوله الكويت. والولد وابوه موجودين حاليا هنا ومحبوسين في مصر. النيابه في اثناء تحقيقاتها مع الواد ده قالوا له يا ابني انت الاوضه اللي عملت فيها الكلام ده مش مجهزه طبيا، وكل الاعضاء اللي انت استخرجتها مش سليمه ومفيش اي مشتري هيستفيد بيها. انت ايه اللي كان بيدور في دماغك انا؟ وهنا بقى تكون الكارثه الكبيره، ان الواد ده يقول لوكيل النيابه لا ما هو الموضوع مش تجاره اعضاء اصلا، انا ببيع الفيديو الواحد بحوالي 6-7 آلاف دولار للدارك ويب. في 2024 غالبا قليل قوي اللي ما يعرفش ايه هو الدارك ويب، ولكن خلوني اديكم كده هنتاي عنه. عارفين انتوا الجبل بتاع التلج اللي بيكون موجود في نص البحر؟ بيكون ظاهر لك كده يا دوبك جزء من الجبل وبقيه الجبل ما بيكونش ظاهر. او الانترنت بقى اللي احنا بنشوفه ده كله، يوتيوبه بانستجرامه بفيسبوكه بسناباته بكل ما فيه، يا دوبك هو راس الجبل. والديب ويب والدارك ويب هما اللي تحت البحر، واللي بالمناسبة كان معمول أصلا من أجهزة المخابرات علشان تحافظ على سرية معلوماتها، ولكن للأسف يتعرف للناس اللي ما خلوش لأولاد الحلال حاجة. وكل بقى ما هو قذر من فيديوهات وغير فيديوهات هتلاقيه جوه، تجارة أسلحة، تجارة أعضاء، قتل، تعذيب، دعارة، بص أي حاجة تتخيلها ولا تتخيلها حتى هتلاقيها جوه. وانا هجاوب على سؤال بيفرق في دماغكم دلوقتي انا عارف، طب هو الناس بتدفع في مقابل الهم ده ليه اصلا؟ ببساطه لان في ناس سايكو كتير، معقده، مريضه، نفسيتها غير سويه، في من ده كتير بقى. المهم ان البلوه الصغيره دي قالت قدام النيابه ان دي مش اول مره يعمل فيها النوع ده من الفيديوهات، وانه عمل فيديوهات قبل كده كتير وباعها للدارك ويب. وطبعا التحقيقات لسه شغاله وان شاء الله القصاص العاجل لاحمد ولاهله. والمحزن بقى في الموضوع كله غير احمد كمان هم اهل احمد واهل الشاب التاني. يعني تخيل تاخد اهلك وتروح تتغرب في بلد تانية علشان تاكل لقمه عيش، وفي الاخر ابنك يرجعك متهان الاهانه دي. واللي بالمناسبه ان ابوه انكر تماما اي حاجه يعرفها عن الموضوع ده، وان هو ما كانش يعرف ان ابنه بيستخدم شريحه الموبايل بتاعه
علشان يعمل الكلام ده اصلا، وهو ده السبب اصلا اللي رحلوه علشانه. ونيجي بقى لكلام والد ووالدة احمد. والد احمد اللي قال بالحرف لو طارق جالي وقال لي انا محتاج فلوس كنت هقول له خدني قطعني مكان ابني بس خليه يعيش. انا ياما نصحت ابني ان هو ياخد باله من نفسه وما يثقش في اي حد. وقال كمان انا لو كنت قعدت مع طارق ده في يوم من الايام كنت اكتشفت بسهولة ان هو بيدعي التدين، لان يمكن عندي قدرة شوية في ان انا بقرا الناس. وقال كمان ان ابني كان بشوش جدا وعمره ما رفض اي طلب لاي حد من الجيران. واما بالنسبة لوالدة احمد قالت انا مش بقول غير يا رب واملي في ربنا كبير. وانا والله لما بشوف القضايا اللي زي دي ببقى عاوز اعرف هو اخر السبق اللي ما بين الناس ده هينتهي على ايه. سبحان الله ما شفتش ولا نموذج قدامي سعى واجتهد ان هو يكسبها بالحلال الا وربنا بارك له وزاده، وما شفتش اي نموذج سعى ان هو يقصر الطريق ويمشي عكس الا وكان عبره. وحقيقه الامر ان ربنا ما بيتعاندش يا جماعه والله. واسال وتاكد بنفسك من كل اللي قالوا احنا هنقصر الطريق ونمشي عكس علشان ننجز. اعرف ايه اللي حصل له، لان ببساطه نفر من قدر الله الى قدر الله ما فيهاش، فاسعى لها ان هي تكون فيها بركه هتتبسط قوي والله. لان سبحان الله ربنا جعل في الحلال طعم يستحيل تدوقه في الحرام حتى لو فرحت شويه. فربنا يعافينا ويخرجنا منها سالمين. الزمان 15 فبراير من سنة 2007. المكان شارع فيصل في مدينة القاهرة. في المكان والزمان دول بواب عمارة بينظف عمارته هو وواحد من قرايبه، وفجأة بيسمعوا هما الاتنين صوت صريخ طالع من شقة في العمارة اللي موجودين فيها. على طول بيجروا على السلالم علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل، وبيلاقوا الجيران كلهم متجمعين قدام شقة، والشقة دي في الغالب هي اللي طلع منها صوت الصريخ. البواب هو والجيران بيكسروا باب الشقة وبيتفاجئوا باللي لقوه في وشهم. الدم موجود في كل مكان حواليهم، وفي ست مرمية على الأرض وبتطلع في الروح. والست دي مش سكان العمارة بس اللي يعرفوها، الست دي مصر كلها كانت تعرفها، لأن الست دي بتكون فاتن فريد. طيب مين بقى اللي عمل كده وراح فين؟ وهل الشخص ده لوحده ولا الموضوع أكبر من شخص واحد؟ النهاردة هنتكلم عن القضية اللي خلصت واتحلت واتحل جزء كبير منها بكل سهولة، ولكن بالنسبة للبعض هي ما خلصتش في نفس الوقت. وشريك العزيز بصراحة كده أنا شامم ريحة فضولك من عندي، فمش هضغط عليك أكتر من كده. حضر لي مشروبك الدافي اللذيذ وأكيد أكلك الحلو زيك، وتعالى وصلي بينا على الحبيب وبسم الله، ونبدأ بكهات جديدة. وقبل ما اسحلكم في التفاصيل بتاعه القضيه، انا في حاجه اكتشفتها وبصراحه ضايقتني جدا ولازم اشاركها معاكم. انا اكتشفت ان في 51% من الناس اللي بتتفرج علينا مش عاملين اشتراك في القناه اصلا. فليه؟ يعني في تارجت احنا عاوزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه، وانا بصراحه عاوز اوصله قبل نهايه الشهر، فشدوا حيلكم معانا. يعني احنا اهو انتظام والتزام، انتاج الى حد ما يعني جامد جدا، وجه حسن، عاوزين ايه تاني؟ صفقه ربحانه بصراحه. انزل اعمل سبسكرايب يا سيدي. المهم وكالعاده وعلشان نعرف نهايه اي قضيه لازم نبدا من البدايه، وبدايتنا النهارده بتبدا مع بطله قضيتنا وهي النجمه المصريه نبيلة عباس مرسي، او المعروفه فنيا باسم فاتن فريد. فاتن من مواليد القاهرة في 12 يوليو من سنة 1945. وفاتن من وهي في سن صغير كانت طفلة نشطة جدا، ومن سن صغير اكتشفت انها عندها موهبة الغنى وان صوتها حلو. وفي سن المراهقة شاركت فاتن في برنامج خاص باكتشاف المواهب، ووقتها عضو من لجنة التحكيم كان ملحن واعجب جدا بصوتها، فقرر ان هو يدعمها ويعمل لها اغاني والحان لحد ما اشتغلت فاتن رسميا في الإذاعة المصرية. وفي الوقت ده قررت فاتن إن هي تدرس الموسيقى علشان تطور الموهبة بتاعتها، ودخلت معهد الموسيقى العربية واتخرجت سنة 1975. ولما ابتدت فاتن إن هي تتعرف أكتر تواصل معاها منتج سوري، والمنتج ده بالمصادفة كان من ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب اللي كانت مشاركة فيه فاتن. وساعتها مضى معاها عقد وسافرت معاه كمان على سوريا، وابتدت ساعتها تعمل أغاني وأفلام في سوريا ولبنان، وشهرتها زادت أكتر بكتير من ما كانت في مصر. ولكن بعد فترة فاتن قررت انها ترجع بلدها مصر مرة تانية، والسبب في كده انها قررت تدخل مجال السينما والافلام ولكن في مصر، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان مجال السينما في مصر مجال انتشاره اوسع في الوطن العربي.
وفي البدايه كانت بتغني في افلام ومسلسلات بدون ما تظهر خالص. يعني مثلا ممثله موجوده في فيلم وقايمه بدور مغنيه ولكن صوتها مش حلو، فكانوا يجيبوا فاتن تغني ويسجلوا صوتها ويركبوه في الفيلم او المسلسل زي ما بنشوف كتير في الافلام الهندي. ولكن بعد كده فاتن ابتدت ان هي تمثل في الافلام والمسلسلات ولكن في ادوار بسيطه. ومشوار فاتن فريد الفني ابتدى فعليا من سنه 1969 لحد سنه 2004، وكانت ملفتة للنظر لكتير من المخرجين خصوصا بسبب وجه الشبه الكبير اللي كان ما بينها وبين الفنانة العظيمة المحببة لقلبنا جدا الراحلة وردة الجزائرية. في الثمانينات والتسعينات فاتن عملت مجموعة من الأفلام اللي كانت من إنتاجها، وكانت في الأفلام دي بتغني وبتمثل كمان. ومن أشهر الأفلام دي كان فيلم وحوش المينا اللي كان مع الفنانين الراحلين فريد شوقي وفاروق الفيشاوي، واللي اتعرض سنة 1983. وعملت مسلسلات كتير كمان، وكان من أشهرها صراع الأقوياء سنة 2001، وكمان مسلسل بطة واخواتها واللي تم عرضه سنة 2004 مع النجمة غادة عبد الرازق والفنان أحمد بدير. وكانت من أشهر أغاني فاتن فريد اللي تعبنا سنين في هواه وعامل نفسه ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه فاتنا وقال راجع ولا جاش. والله قلبت علينا المواجع يا ست فاتن. المهم ان فاتن فريد اشتغلت مع ملحنين كبار جدا زي الموجي وسيد مكاوي وكمان بليغ حمدي. وبعد فتره فاتن بعدت خالص عن مجال الانتاج لانها بدات تلاحظ ان اعمالها مش كلها بتنجح وانها بدات تحقق خسائر. وكان بيقال في بعض الشائعات ان في فنانات كتير حاربوها منهم وردة الجزائرية نفسها بسبب وجه الشبه الكبير اللي ما بينهم. وبخصوص حياة فاتن العاطفية، فاتن اتجوزت مرتين في حياتها، مرة في بداية مشوارها الفني وخلفت منه 5 بنات، وهم سمر وهويدة ودلال وغزال ومنال، والله اسماء تطرب لوحدها. المهم ان بعد فترة انفصلت عن زوجها الاول وفضلت بدون زواج لحد سنة 2005. وبعد كده فاتن اتجوزت من رجل الاعمال محمود خليفة، وساعتها كان عمرها 59 سنة. وما نقدرش نقول ان الجوازة دي كانت عن حب قوي اكتر ما هي استقرار وامان بالنسبة لفاتن، لأن وقتها فاتن حست إن هي يمكن كبرت وشهرتها ما بقتش زي الأول، وحتى بناتها معظمهم سافروا، فكانت لوحدها يعتبر معظم الوقت. خصوصا كمان إن فاتن كانت شخص قلوق جدا وبتخاف حتى تفتح الباب لأي حد. واكتر حاجه كانت مسببه الفزع لفاتن خصوصا في موضوع الوحده ده هو وفاه صديقتها الفنانه الكبيره وداد حمدي، واللي بالمناسبه بحضر لكم قضيه عنها هتنزل قريب باذن الله. المهم محمود خليفه ده كان عنده عقارات كتيره وكان عنده كمان محطه بنزين، وفي نفس السنه اللي اتجوزوا فيها محمود وعد فاتن ان هو هينتج لها شريط جديد علشان تبدا ترجع شهرتها مره تانية. وبالفعل وبعد جوازهم بداوا ان هم يحضروا للالبوم واللي كان بعنوان بيستغربوا، واللي كان مكون من 25 اغنيه. وزي ما قلت لكم يوم 15 فبراير من سنه 2007 بواب العمارة اللي ساكنة فيها فاتن فريد مع جوزها بيسمع صوت صريخ قوي جدا جاي من شقة من الشقق اللي في العمارة. جري البواب وقريبه يشوفوا فيه ايه اللي بيحصل والصريخ ده جاي منين، وهم بيجروا على السلم لقوا مجموعة من الجيران واقفين قدام شقة من الشقق، والشقة دي تكون شقة فاتن فريد. على طول طبعا كسر الباب هو والجيران اللي كانوا واقفين، واتصدموا ساعتها بالمنظر اللي لقوه في وشهم. الدم في كل مكان حرفيا، في الصالة وعلى الأرض وعلى الأساس، في كل مكان. وفاتن فريد وقع في الأرض وباين إنها تعرضت لعدة طعنات مختلفة، ولكن الغريب إن كان لسه فيها الروح، ويمكن ربنا أراد إن يكون لسه فيها الروح لسبب هتعرفوه بعدين. المهم فورا الجيران كلموا البوليس وكمان الإسعاف، وكلموا كمان بنت فاتن الكبيرة وهي هويدة، واللي بالمناسبة كانت عايشة في نفس الشارع اللي ساكنة فيه فاتن فريد. وصلت على طول هويدة للشقة علشان تشوف والدتها بتطلع في الروح قدامها. ولما عربية الإسعاف اتأخرت الجيران قرروا إن هم ياخدوا فاتن ويركبوا تاكس ويطلعوا على مستشفى الهرم. وهم في الطريق فاتن كانت لسه فيها الروح وعمالة تردد في جملة واحدة بس: يا هويدة ياسر قتل. فاتن لما وصلت المستشفى مع بنتها هويدة مع كل أسف كانت طعناتها صعبة جدا، ما بين طعنات في البطن والصدر، وفي خلال ساعة واحدة بس تم إعلان رسميا وفاة الفنانة فاتن فريد. البوليس طبعا ابتدى فورا ان هو يحقق في الواقعة دي، وطبعا هويدة ما ترددتش وبلغت البوليس بالجملة اللي قالتها والدتها قبل ما تتوفى. ولكن في الحقيقة لا هويدة ولا حتى البوليس كان عندهم معلومة
مين ياسر ده اصلا؟ وليه ممكن ينهي حياه فاتن فريد بالشكل العنيف ده؟ البوليس بدأ بدوره وراحوا شقه فاتن علشان يرفعوا البصمات ويلاقوا اي معلومه تدلهم عن ياسر ده. وكان السؤال الاهم بالنسبه لهم هنا هو راح فين اصلا؟ لان البواب قال لهم مفيش اي حد خرج من ساعه ما سمعنا صوت الصريخ، وشقه فاتن كمان كانت في دور عالي، يعني مستحيل ان حد ينط من الشباك يرتكب جريمته وبعد كده يخرج من الشباك مره تانية، ده مش اوبشن اصلا. فمعنى كده ان ده حد عارف فاتن كويس وفاتن كمان عارفاه، فخبط الباب ودخل. البوليس فتش شقق العمارة شقة شقة لأنهم فكروا إن الفاعل ممكن يكون استخبى في شقة من الشقق والسكان ما كانوش يعرفوا، ولكن برضه ما لقوش أي أثر ليه. وغير كده كمان إن محدش أصلا في العمارة كلها كان اسمه ياسر. والبوليس هنا بيلاحظ حاجتين. الحاجة الأولانية إن مفيش أي آثار اقتحام ولا عنف موجودين على الباب ولا في الشقة كلها، وزي ما قلت لكم فوق إن ده معناه إن فاتن عارفة الفاعل كويس وهي اللي دخلته بنفسها. وتاني حاجة ما كانش فيه أي حاجة مسروقة أو ناقصة من الشقة، يعني معنى كده إن اللي حصل ده بدافع الكراهية مش بدافع السرقة وخلاص. وحاجة أخيرة البوليس لقاها وهي سلاح الجريمة، واللي كانت سكينة واللي كانت مرميه جنب جسد فاتن ومتغرقه دم. فالبوليس قرروا ان هم ياخدوا السكينه دي يرفعوا البصمات من عليها وبالتالي يعرفوا مين ياسر ده. ولكن من غير تعب وبصمات ووجع دماغ البوليس لقى ياسر بابسط طريقه، لقوه في المكان الوحيد اللي ما دوروش فيه. البوليس بعد ما دور في كل شبر في العماره نسيوا شبر واحد بس، وهو منور العمارة نفسها. وجت بالصدفة البحتة لما ضابط من الضباط لما جاب آخره قال ما تيجوا ندور في المنور وخلاص، واللي بالمناسبة كانوا مستبعدين فكرة المنور دي خالص. والسبب ما كانش تقصير منهم قد ما كان إن البواب قال إن المنور ده مقفول والمفتاح معايا أنا بس، فمحدش اصلا بيدخله. المهم ان البواب فتح المنور والبوليس ابتدى ان هو يدور بالكشافات لان الدنيا كانت ضلمه جدا. وهنا بيلاقوا ياسر ماسك في ماسوره من مواسير الصرف وهدومه كلها متلطخه بالدم، والبوليس على طول قبض عليه. وهنا بقى عندنا الجاني وخلاص كده المفترض القضيه خلصت، مش كده؟ مش بالظبط. وليه بقول مش بالظبط؟ لان يا ترى ايه الدافع بتاع ياسر؟ خصوصا ان فاتن في الغالب كانت تعرفه ونطقت باسمه. وهل لما نعرف الدافع بتاعه هينكشف لنا فاعل تاني ولا ايه الحكايه بالظبط؟ فما تستعجلش يا شريك العزيز، كله هيجي لك في وقته. انت بس ما تنسانيش في اللايك الحلو زيك وربنا هيكرمك والله. وخلونا بقى نتعرف على ياسر عبد الله، الشاب صاحب ال 25 سنه. ياسر اول ما البوليس قبض عليه اعترف على طول وقال انا اللي انهيت حياه فاتن. وقتها البوليس اتحفظ عليه لمده 4 ايام على ذمه التحقيق، وبعدها ياسر ابتدى ان هو يتكلم. ياسر كان شغال في البنزينه اللي بيملكها محمود جوز فاتن، وكان متعود باستمرار ان هو يروح يوصل طلبات البيت لفاتن، وفاتن طبعا عارفاه وممكن يخش البيت عادي. المهم قبل الواقعه دي بفتره بسيطه محمود طرد ياسر من البنزينه بتاعته، والسبب كان ان ياسر حصلت مشكله مع اهله اللي كانوا موجودين في محافظه تانية بره القاهره، فاضطر ان هو يغيب كام يوم علشان يحل المشكله دي وبعد كده يرجع لشغله. ولكن ياسر لما يرجع يكتشف ان محمود طيره من الشغل خالص. وفي يوم الواقعة دي ياسر راح لبيت محمود علشان يترجاه ان هو يرجعه الشغل من تاني. ولكن لما ياسر يوصل للشقة يلاقي ان محمود مش موجود هناك، واللي موجودة هناك تكون فاتن فريد مراته. فبدأ ياسر ان هو يترجى فاتن ان هي تتوسط له عند محمود جوزها علشان يرجعه الشغل من تاني. ولكن فاتن كانت بتحاول ان هي تفهمه ان الموضوع مش بايديها وما ينفعش تتدخل في حاجه زي دي، لحد ما الموضوع اتحول ما بينهم لخناقه وصوتهم ابتدى يعلى. ياسر بيقول انا ساعتها ما حسيتش بنفسي غير وانا بمسك السكينه ونازل طعنات في فاتن، وبعد كده راح جاري على الشباك علشان يحاول يهرب من المنور. بالنسبه بقى للروايه اللي فاتت دي كلها، هل دخلت عليك يا شريك العزيز؟ لو دخلت عليك فتمام ماشي مفيش مشكله، ولكن لو ما دخلتش عليكم فده كان نفس الاحساس اللي حسيته السلطات تجاه الكلام اللي قاله ياسر، وان الكلام ما دخلش في دماغهم اصلا بربع جنيه. خصوصا ان زي ما قلنا قبل كده فاتن كان عندها خوف رهيب جدا، اللي هو اصلا لو حد كان بيجيب لها الطلبات سواء ياسر او غيره ما كانتش اصلا بتدخله البيت، وكانت بتخليه يسيب الطلبات قدام الباب وبعد ما يمشي تفتح الباب
وتاخد الطلبات. وده زي ما قلت لكم كان بسبب الوحده اللي كانت عايشه فيها باستمرار. فعلى اي اساس هتدخله البيت وتقعد تتكلم معاه وهو واحد بيجيب لها الطلبات مش اكتر من كده؟ طيب موارد مثلا يكون اتحايل عليها وترجاها علشان تدخله الشقه وهي وافقت. والله وارد فعلا، ولكن خليني ازيدكم من الشعر بيت ان السلطات عرفوا من خلال الشهود اللي كانوا الجيران وبنتها هويدا ان فاتن كانت متعوده دايما انها تقفل الباب بالمفتاح. ولما السلطات كانوا بيعاينوا الشقه لقوا ان المفاتيح كانت موجوده على الترابيزه مش موجوده في الباب. طيب ازاي فاتن هتقفل او تفتح الباب بالمفتاح زي ما الشهود قالوا وبعد كده تاخده وتحطه على الترابيزه؟ الطبيعي ان هي تستنى ياسر ان هو يمشي وبعد كده تقفل الباب تاني بالمفتاح. وهنا البوليس شك ان ياسر ممكن يكون هو اللي فتح الباب بنفسه وكان معاه نسخه من المفتاح. وانا محترم عقلك يا شريك العزيز والله، وعارف السؤال اللي بيدور في دماغك، طب ياسر جاب نسخه المفتاح منين؟ ومفيش حد معاه نسخ من المفاتيح غير فاتن وجوزها محمود. عليك نور يا شريك العزيز، سؤالك اللي بتسأله إجابتك موجودة فيه. وده بالفعل اللي حصل، والبوليس ابتدى يشك في محمود جوز فاتن إن هو السبب ورا إنهاء حياة زوجته. وكل اللي أنا بقوله لك ده يا شريك العزيز لا هو كلامي ولا نظريتي، أنا مجرد ناقل للأحداث مش أكتر. الكلام ده اللي أكده بنات فاتن ال5 لما أدلوا بشهادتهم وأكدوا إن اللي ورا موت فاتن والدتهم يكون محمود. بنات فاتن ال5 كلهم كانوا ضد الجوازة أصلا من البداية، ولكن ما قدروش ان هم يعملوا اي حاجة لان فاتن والدتهم كانت مصرة على الجوازة دي. والسبب زي ما قلت لكم فوق انها حست انها بدأت تكبر وبقت لوحدها معظم الوقت. وعلى حسب ما اتقال ان بداية الجواز ما بين فاتن ومحمود كانت ماشية كويسة جدا، ولكن قبل الحادثة دي بكام اسبوع فاتن ابتدت ان هي تتكلم مع بناتها وتشتكي من محمود جوزها، وقالت لهم ان انا خايفه منه جدا الفتره دي وعاوزه اتطلق منه. وقالت لهم كمان ان في مشكله كبيره حصلت ما بينه وما بينه وان انا خايفه اتطلق منه بسبب ان هو ما يدينيش حقي في الالبوم اللي هنعمله سوا، وان هو اجبرها انها تتنازل عن كل حقوقها في الالبوم اللي هينزل ده. وده اللي قالوه بنات فاتن ال5 وتحديدا بنتها سمر، اللي قالت ان قبل الواقعه دي بيومين بس فاتن والدتها كلمتها وقالت لها ان كل حاجه بيني وبين محمود انتهت وان انا خلاص هتطلق منه. والغريب اكتر ان لما الحادثه دي حصلت وهويدا طلعت بفاتن والدتها على المستشفى اللي راحوها دي كانت بعيده عن بيت فاتن بحوالي ربع ساعه مثلا. هويدا بتقول ان احنا اول ما رحنا المستشفى لقينا محمود هناك، على الرغم من ان هو في التحقيقات قال ان انا كنت موجود في وقت الحادثه دي في شركه الانتاج بتاعتي. ولو جينا بقى لشركه الانتاج هنلاقي ان المسافه ما بينها وما بين المستشفى مش أقل من ساعة، فإزاي قدر يوصل قبلهم هناك قبل ما يكون عنده خبر أصلا باللي حصل؟ فالبوليس توقع إن ياسر بيقول الكلام ده علشان يشيل هو الليلة ويبعد الموضوع خالص عن محمود. فبالنسبة للسلطات اللي بقى الشك فيه دلوقتي هو محمود، السؤال هنا بقى ليه ياسر أصلا يلبس نفسه حوار زي ده ويشيل الليلة كلها؟ ببساطة يا شريك الحبيب زي ما قالت السلطات بالظبط، هيكون الفقر. ياسر يعتبر شخص غلبان وعنده عيلة ومسؤولين منه، فبالتالي النفس الضعيفة ممكن أي حد يغويها بتأمين المستقبل بتاع الأولاد مثلا، وفي المقابل تاخد لك كام سنة سجن والدنيا هتعدي. خصوصا إن ياسر كان متفهم جدا إن اللي هو بيعمله ده مش سبق إصرار وترصد، يعني بحسب القانون المصري عندنا إن اللي هو عمله ده مش هياخد من وراه اعدام. المهم ان ياسر بعد التحقيقات معاه وبعد الضغط عليه فضل مصر على الروايه بتاعته، والبوليس ساعتها ما كانش قادر يلاقي اي دليل مادي ممكن يدين محمود، فبالتالي ياسر هيتحاكم لوحده. والقاضي ساعتها بالفعل حكم عليه ب25 سنه سجن، لان زي ما قلنا وعلى حسب الروايه اللي هو قالها ما كانش فيه نيه سبق الاصرار والترصد، على الرغم من ان تقرير الطب الشرعي اللي طلع قال ان الطعنات اللي كانت في جسم فاتن كلها كانت طعنات مميتة، يعني من الاخر ما كانتش تهويش كده وخلاص. الاغرب بقى في الموضوع ان بعد موت فاتن بفترة بسيطة محمود قرر ان هو ينزل الالبوم اللي عملوه مع بعض، وبدأ كمان ان هو يعمل له دعاية كبيرة ويستغل الحادثة بتاعتها. وقتها بنات فاتن وقفوا له وبدأوا ان هم يرفعوا عليه قضايا علشان حقوق الملكية وعلشان الالبوم ما ينزلش. وعموما القضية دي منتهية من زمان والحكم صادر فيها وياسر اتحبس وقرب حتى ان هو يخرج. فاحب اعرف رأيكم بقى تحت في الكومنتس، هل اللي ياسر قاله ده بالفعل هو اللي حصل وان الكلام اللي كان بيتقال على محمود مجرد تكهنات مش اكتر، ولا الموضوع فعلا في إن؟ كالعادة دعوتي المستمرة ليك وليا يا شريك الحبيب ان ربنا يحميك من شرور الاقدار وكمان من نفوس البشر.